اهتز الوسط الرياضي المغربي بمدينة القنيطرة على وقع حادثة اعتداء خطيرة استهدفت الممتلكات الخاصة لرئيس النادي القنيطري لكرة القدم الكاك حكيم دومو، بعدما تعرضت سيارته لعملية تخريب متعمدة من طرف مجهولين أمام منزله، في واقعة أثارت موجة استنكار واسعة داخل الأوساط الرياضية والجماهيرية. ووفقا لراديو مارس المغربي، فإن الحادث لم يكن معزولا، بل جاء بعد سلسلة من التهديدات بالقتل التي تلقاها رئيس النادي خلال الأيام القليلة الماضية، ما يعزز فرضية أن الاعتداء كان رسالة ترهيب واضحة. وعثر على عبارة تهديد مكتوبة على هيكل السيارة تقول نوبتك جاية، في إشارة مباشرة إلى نية استهدافه شخصياً. الواقعة التي انتشرت صورها بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلفت حالة من الغضب والتضامن الواسع مع دومو، حيث عبر عدد من رواد المنصات الرقمية وفعاليات المجتمع المدني بالقنيطرة عن إدانتهم الشديدة لهذا الفعل الإجرامي، مؤكدين أن الخلافات الرياضية أو الإدارية لا يمكن أن تبرر اللجوء إلى العنف أو المساس بالأشخاص وممتلكاتهم. وطالب المتابعون السلطات الأمنية بفتح تحقيق عاجل لتحديد هوية الجناه